واخر حاجه هقولها من اليوم السابع مفاجاه. عنان حضر زفاف شقيق النائب طارق المتهم بالنصب والامريكي الجنسيه قبل تعيين. شخصيه كنسيه قربت بين طارق والعسكري، وده اليوم السابع. زميلنا الاستاذ احمد مصطفى وجايب عدد من جايب الفريق عنان وقيادات كنسيه في حفل زفاف شقيق طارق. علمت اليوم السابع زميلنا احمد مصطفى المصادر المقربه ان النائب طارق مكرم الذي احيل ملفه الى اللجنه التشريعيه امس الاول بتهمة النصب وحمل الجنسية الأمريكية، والذي كان قد جرى تعيينه ضمن ال10 نواب الذين اختارهم رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي، أنه يقيم منذ فترة طويلة بمدينة كاليفورنيا، وحتى وقت اختياره لم يكن موجودا بمصر. في كلام كتير على موضوع هذا العضو، وموجود قدام حضراتكم الخبر على الشمال. مفاجأة، يا ريت تجيبوها لي بس على الشاشة اللي على يميني كده. ده قدام حضراتكم على الشمال. مفاجأة: عنان حضر زفاف شقيق النائب طارق المتهم بالنصب والأمريكي الجنسية قبل تعيينه. ده من الحاجات برضو اللي الحقيقة عليها علامة استفهام، والمجلس العسكري سايبنا كده عمالين نخبط في بعض. هو النائب البرلماني ده اللي موجود في كاليفورنيا معاه جنسية أمريكية، حد يعني يفيدنا بدل ما احنا يعني مساحات في الجرايد وبرامج ناخد مساحات فيها ونتكلم وعاملين نشكك في زمن بعض. حد يطلع بس يقول لنا هل النائب ده ورقه سليم؟ الإجراءات تعيينه سليمة، إجراءات اختياره سليمة. هل النائب ده يحمل الجنسية؟ لا، حد يرد عليه. ده بقى له 18 سنة في أمريكا. حد يرد. ده حاجات صغيرة. هو احنا بنطالب بملف كشف العذرية ولا التعذيب؟